السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. رمضان كريم علينا وعلى الأمة الإسلامية كلها، وكل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة علينا جميعا يا رب إن شاء الله. طبعا زي ما انتم عارفين احنا بنبتدي السنة بتاعتنا برمضان وبننهيها برمضان. وجود شهر رمضان بيبقى حاجة جميلة ومؤثرة بالنسبة لنا كلنا، وزي ما انتم عارفين احنا كل سنة بنحاول ان احنا نعمل سلسلة في شهر رمضان عشان نطور بيها المهارات الشخصية بتاعتنا والسوفت سكيلز. وانا مبسوط وسعيد قوي 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 ان في ناس كتير مستنية السلسلة دي أصلا. يعني لما عملت استطلاع رأي كده على تليجرام لقيت إن ناس كتير مستنيين الموضوع ده، بل بالعكس في ناس كتير أصلا بتطلبه. وده حط عليا مسؤولية كبيرة إن أنا السنة دي أقدم لكم حاجة أقوى من اللي إحنا قدمناها السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت عملنا مجموعة فيديوهات كنا بنتكلم فيها عن الشعور بالقيمة وإزاي نعزز الشعور ده في نفسيتنا وإزاي تبقى حاجة أساسية موجودة معانا في حياتنا. السنة دي قعدت أفكر كتير قوي إيه اللي أنا محتاج أعمله وإيه اللي أنا محتاج أقدمه عشان أساعد الناس اللي بيتفرجوا عليا إن هم يكونوا نفسية أفضل وإن هم يبقى شخصيتهم أحسن ويتعاملوا مع الحياة بشكل أفضل. قعدت أفكر كتير قوي، لقيت إن فكرة إن أنا أعلمك حاجة شخصية لحياتك أفضل حاجة إن أنا أقدم لك خبرة أنا خدتها في حياتي. والخبرات اللي أنا خدتها في حياتي ناس كتير أصلا مستنية تسمع عنها ومستنية تشوف الحكايات اللي أثرت فيا وغيرت شخصيتي وخلتني بالشكل اللي أنت بتتفرج عليه دلوقتي بالفعل في الفيديوهات بتاعتي. ولكن كان في حاجة مهمة قوي ومؤثرة جدا جدا، وحاجة كانت مكملة معايا طول حياتي، وتقريبا كل شيفت كان بيحصل لي في حياتي كان بيحصل بسببها، وهو القرآن الكريم. ويا سلام ايه هو افضل وقت نقدر ان احنا نتكلم فيه عن القرآن الكريم والايات اللي اثرت في حياتي وخلتني غيرت تفكيري وغيرت الدايركشن بتاعي بالكامل من ايام رمضان. الموضوع ده انا عايز اتكلم فيه بقالي كتير جدا، لكن كنت مأجله. وليه مأجله؟ لان انا شايف ان انا لا انا شخص عالم ولا انا شخص فقيه ولا انا شخص يعني عندي المقدرة ان انا اتكلم في الدين وان انا اتصدر في حاجة زي كده. انا شخص عادي زيك تماما، ممكن اكون بغلط زيك وممكن اكون بغلط اكتر منك، ولكن انا اصلا مش جاي اتكلم عن الحاجات دي كلها. انا لا هتكلم عن تفسير ايات ولا هتكلم عن حاجه في الدين ولا هتكلم عن حاجه في عمق الدين بشكل عام. انا هتكلم عن قصص قابلتها في حياتي، والقصص دي في كل قصه فيهم كان في ايه. الايه دي كانت هي سبب التحول الكبير اللي حصل لي في القصه دي، وسبب تحول كبير جدا جدا في طريقه تفكيري وتكوين لجزء من الشخصيه اللي قاعده بتتكلم قدامك دلوقتي. فبالتالي ما تقيمنيش ابدا على ان انا شخص فاهم في الدين ولا ان انا شخص فقيه ولا ان انا شخص عالم ولا الموضوع ده تماما. انا انسان عادي زيك، ولكن انا كل اللي انا كنت بعمله في حياتي ان انا راجل مستمع جيد للقرآن وقارئ جيد للقرآن. على الاقل في رمضان بعمل ختمة للقرآن ببتديها من اول يوم رمضان لحد اخر يوم صيام عندنا. لما بقرا الايات او بسمعها بحاول ان انا اربطها بالمواقف اللي بتحصل في حياتي، وبحاول ان انا افهمها بطبيعة الحياة اللي انا عايشها وبطبيعة الفهم اللي عندي على قد ما انا اقدر. طبعا ملوش دعوه خالص تماما بالتفسير نهائيا. فبالتالي في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله في السلسله دي اللي انت حقك ان انت تختار انك تتفرج عليها وحقك ان انت ما تتفرجش عليها ابدا، هبتدي ان انا احكي لك حكايه او قصه انا عديت بيها في حياتي، وايه الايه اللي انا سمعتها ربطتها بالموقف وازاي ان هي حولت طريقه تفكيري بشكل كامل. بالمناسبه السلسله دي مش مستني ان حد يشوفها اصلا، ولا مستني حد يعمل لها لايك، ولا مستني ان حد يشيرها، ولا فارق معايا الموضوع ده كله بالكامل من اوله لاخره. انا عامل الموضوع ده خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، وهنا من مكاني دلوقتي بدعي ربنا سبحانه وتعالى ان يرزقني التوفيق في الموضوع ده، وان انا اقدر ان انا اقدم فيه حاجه زي ما انا عاوزها. وان لو في بني ادم واحد بس قدر ان هو يتاثر بطريقه التفكير او طريقه الحكايه نفسها وازاي الايه فرقت معايا وانها تقدر تاثر في حياته وان يوصل فيها لفهم كويس، اخد الراجل ده معايا وانا رايح اقابل ربنا اقول له يا رب انا عملت حاجه حلوه في حياتي، حبيت ان هي تبقى موجوده بعدي، تديني شويه حسنات لو انا ما بقتش موجود في الحياه دي الفتره اللي جايه. طبعا ما حدش يعرف هو موجود لحد امتى، ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس باي ارض تموت. فلو انت متحمس وحابب انك تكمل السلسله دي، فيلا بينا ناخد مع بعض اول قصه واول ايه ان شاء الله في الفيديو اللي جاي.